السلام عليكم. عاملين ايه؟ رجعنا كده بايه بعصاير ومثلجات طبيعية. احنا هنعمل لوليتا. اللوليتا دي عبارة عن عصاير طبيعية مفيهاش اي افتكاسات خالص، ونحطها في اكياس. معانا مانجا وجوافة وفراولة. طبعا انتوا عارفين ان الجو بقى خلاص حرر، كل سنة وانتوا طيبين، احنا بقينا في فصل الصيف، فبنبقى عايزين حاجة كده ترطب على قلبنا. بصراحة احنا عاملينها بحجة الأطفال، بس والله احنا بناكل أكتر من الأطفال يعني. احنا بنعمل حجتنا ان احنا بنخاف عليكم عشان نزوركم، لكن احنا اللي بنبقى محتاجين حاجة تسعانا ورطبة كده. كده انا كنت ضربت المانجا بتاعتي وسكرتها، عملتها عصير عادي خالص. والاكياس دي، بصوا حطيت الام كان بيساعدني ان هي الكيس ما يفضلش يروح ويجي كده. طبعا عبيت كمية المانجا دي كلها في الاكياس اللي هي الايه اللوليتا، وهركن كل الكمية دي. هنزل بقى ايه بالفراولة بتاعتي، وهسكر عادي، احط بقى السكر المناسب. كل بيت بيمشي على حسب طريقته، في ناس بتحب الحاجة مسكرة قوي، في ناس بتحب متوسط، وفي ناس بتحب سكر خفيف. كل واحد بص، هنا كنت بدوقها حسيت ان هي دلعة شوية، بس لا، لقيتها مسكرة يعني مسكرة اكتر واحدة فيهم. هنا هعبيها بالشكل ده. يعني ايه، هعبي طبعا الكمية كلها، مش بعبي الكيسين بس معاكم. وطبعا بفصل وبكمل التعبئة من غير تصوير، عشان يعني الفيديو ما يطولش ونتضايق يعني من بعض زي ما انتوا عارفين. وما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة يا رب، ومن سعادة لسعادة لسعادة أكبر على قلوبكم. هنا كده هنصفي الجوافة. طبعا ايه، انا بشيل الجوافة سليمة زي ما هي، بغسلها وبشيل الماعي السودا اللي فيها بس، وبشيلها في الفريزر على كده. فطبعا كنت لازم اصفيها من البذر، لان البذر ده يعني مش احسن حاجة، بيضايقنا، ولو جه ما بين السنان وبعضها بيبقى الوضع صعب اوي. بص اللهم بارك، عملت كمية لوليتا فظيعة. وبعدين انا يعني المفروض ان يعني كل ام تعملها لولادها في البيت، لان هما كده كده هيشتروها من بره، واحنا مش ضامنين الناس بيعملوها ازاي، او في السوبر ماركت هو شاريها من عند مين، فيها الوان صناعية ولا لا، يا ترى الفاكهة دي طبيعية ولا الله اعلم بيبقوا مدخلها ايه. لاني كل يعني كل واحد غير التاني، فالله اعلم بقى بيدخلوا ايه. هنا كده حطيتها في الفريزر، ده كان تاني يوم. بصوا جمدت بالشكل الجميل ده، والله العظيم عجبتني جدا. يعني انا بقول ان انا عاملاها للعيال وكده، بالعكس، ده انا اللي كنت طفلة ساعتها. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هقطعها واطلعها، بصوا طالعه ازاي. طبعا انا عشان المانجا طبيعية فطعمها كان تحفة بجد. انتظروني في فيديو جديد، اقول لكم باي.